السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، انا عايز اسأل سؤال مع كامل الاحترام والتقدير. سيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسادة الوزراء اللي معاه في المجلس، انتوا بتناموا تمام مية مية، تصحوا الصبح تمام، بدل شياكة برفان كل الكلام ده، وتروحوا المجلس تعملوا اجتماعات وتاخدوا قرارات. عايز اسأل سؤال بس، هو مفيش قرار بتاخدوه احنا بره؟ يعني كل شويه افتح ندرة زياده الكهرباء من 1/9، او ممكن من الشهر اللي بعديه، اسعار مش عارف السجاير، اسعار مش عارف. هو مفيش حاجه المواطن خارج منها خالص يا جماعه؟ مفيش؟ هو ده تفكيركم؟ انتوا بتصحوا الصبح ازاي؟ ايه رايكم هنغلوا ايه النهارده؟ هنغلوا ايه الاسبوع الجاي؟ عشان نظبط مفيش اي فكر في الدنيا غير ده، غيرنا. حرام عليكم، اتقوا الله فينا شويه. مش كده يعني؟ ورئيس الوزراء طالع من برضه من فتره على قانون الايجار القديم، اصل هيوفر للدوله 29 ولا 30 مليار جنيه ضرايب مش عارف ايه. سعاده رئيس الوزراء ما بصيتش الناحيه الثانيه، القرار زي ده هيعمل ايه في الناس؟ وبعدين 29 مليار ايه و30 مليار جنيه ايه اللي انت باصص لهم يعني؟ ده مبلغ طبعا بالنسبه للشحاتين اللي زينا مبلغ، انما بالنسبه لدوله زي مصر يا جماعه ده مش مبلغ. ده انت لا مؤاخذه يعني، لو جبت حته ارض كده زرعتها جرجير كده حلو وبتاع وصدرته، هتجيب ال 29 مليار جنيه اللي هم 50 مليون دولار يعني، ولا بتاع؟ ولا احنا لازم في كل قرار احنا محشورين فيه؟ احنا تعبنا يا جماعه خلاص، احنا بجد مش قادرين، مش قادرين يعني. حرام عليكم. كل حاجه يعني مع المجلس كله والوزراء وكل الناس اللي قاعده دي ما بتفكرش في اي حاجه خالص خالص، غير ازاي ايه هنغلي ايه بقى الشهر الجاي، هنغلي ايه الاسبوع الجاي. هن... مفيش اي فكر تاني يا جماعه غير كده. ايه الحكومه الفاضيه دي؟ ايه الدماغ اللي يعني مع احترامي وتقديري يعني مفيش اي كوادر يعني تفكر في اقتصاد بجد؟ ده حتى هنا عندنا في اسكندريه بيعملوا كوبري على البحر، كوبري محمد نجيب ولا كوبري سيدي جابر اللي شغال، كوبري ما بيعملش اي حاجه، ما فيش حتى تحتيه تروح حته ثانيه تروح. لا ده انت بتطلع الكوبري وتنزل الناحيه الثانيه، وتحت الكوبري عاملين جراج وكافيتريات. لازمته ايه؟ ولا اي حاجه. تكدس مروري ما فيش اي فكره يا جماعه في البلد خالص. كل قرار هنزود هنزود هنزود. ده انا بقيت بخاف دلوقتي لما اسمع مثلا اكتشفنا بئر غاز جديد ولا بئر بترول جديد، بقول بس الحاجه هتغلى. ايه يا جماعه اللي احنا فيه ده؟ اتقوا ربنا فينا شويه. يعني انا مش عارف اقول ايه والله العظيم ثلاثه. حرام عليكم اللي بتعملوه فينا ده. كل حاجه غلو 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 غلو، هو ده الفكر بتاعكم؟ مفيش مصنع حتى بيتبنى نشغل الناس اللي قاعده على القهاوي دي. ويعني انا عارف انتوا قافلين ترخيصات المصانع عشان الطاقه قليله والمصانع بتستهلك كذا. اعملوا مثلا يا جماعه 10 مصانع اللي مصر محتاجاهم، هي اللي افتحوا لها التراخيص. والله اللي عايز يعمل مثلا مصنع كذا او مصنع كذا او مصنع كذا احنا تحت امره. ما دام احنا بنستورد 98% من خام الزيت من بره، طب ما نزرع هنا شويه اراضي كده الحبوب اللي بتتعصر زيت دي وبتاع، ونعمل لها شويه مصانع كده وبتاع ونخف الدنيا شويه. ما انت لو خفيت الدنيا شويه على الدولار وعلى على الكلام ده، مش هتحتاج تعلي على الناس بالطريقه الفظيعه دي. وبعدين انا عايز اسال سؤال، هو مش كل حكومه مثلا في خطة مثلا 5 سنين قدام، وبعد كده في خطة تانية لل20 سنة خلينا في الخمسة بلاش في ال20، انتوا مش بتوع الكلام ده. فين يا جماعة الخطط بتاعتكم للي جاي؟ كوبري هنبنوا كوبري في الحتة الفلانية كمان سنتين مثلا، هنبنوا قرية على الساحل الشمالي في الحتة مفيش حاجة يا جماعة لينا خالص. مفيش حاجة تخف الأعباء عننا شوية. مفيش فكر خالص اقتصادي كده يريحنا من المعاناة اللي احنا فيها. ده انتوا من شهرين لما رئيس ترامب طلع قال انا هقول قرارات مهمه دلوقتي واستنوني وبتاع، الناس كلها وانتوا كله طلع قلس عليها انت مسهرنا كل ده عشان تطلع تقول هترخص الدواء. اه يا جماعه ده قرار مهم بس للناس اللي عايشه هناك. تخيل هنا مثلا رئيس ولا حد مسؤول طلع قال انا هرخص الدواء 30 و40 و50% زي ما هو عمل. راح لم الفلوس من الدنيا كلها وراح جاب وعمل وسوى، لك هرخص الدواء عشان اخف شويه على المعاناه.
انا الدواء بيخلص كل 15 يوم، بروح اجيبه بسعر تاني خالص، والله العظيم 3. والمشكله مفيش بدايل، يعني مفيش بديل حتى ارخص. ده ارخص حاجه اللي احنا بناخدها، حقنه انسولين ب 500 و600 جنيه وتروح ب 700 مش عارف. كل 15 يوم غلو وغلو وغلو. ودي حاجات ما بنقدرش نستغنى عنها. ومفيش فكر خالص. مفيش حاجه مفيش مصنع بيتبنى، مفيش ارض زراعيه ده انتوا كرشتوا الناس بقانون الاصلاح الزراعي ده، كرشتوهم بره المنظومه وبتاع، وبقوا قاعدين مش لاقيين ولا شغله ولا مشغله. ايه ده يا جماعه؟ ده انتوا انا اول مره في حياتي في تاريخ مصر اللي قريته قبل كده واللي عشته واللي بقى يعني، الشعب عايز استقرار والحكومه مش عايزه. الشعب عايز الدنيا تهدى والحكومه مش عايزه. عايزين نولع، عايزين نضغط على الناس، عايزين 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 عايزين. يا راجل ده الواحد بيشوف فيديوهات وبيشوف في الشارع كمية سيوف وسكاكين والحاجات اللي بتاعت الناس اللي ملهاش لازمة دي، اقسم بالله ما شفناها في ثورة الزفت بتاعت يناير دي اللي جت علينا بالخراب. ايام الثورة النيلة دي ما شفناش كمية الاسلحة اللي مع العيال دي. ده مش لاقيين يعملوا بيها حاجة، بيطلعوا يستعرضوا بيها كده. وبنشكر طبعا وزارة الداخلية، بصراحة عاملة مجهود رائع. ده الواحد لو جاي ينزل فيلم من على النت بياخد وقت اكتر ما هو يعني عن اللي هم بيجيبوا الناس دي باسرع ما انت تنزل فيلم. وجاي تطلع بقانون 5 سنين. اقسم بالله العظيم انا من شارع خالد بن الوليد، يعني في اسكندريه، من اكتر الشوارع التجاريه في مصر كلها. اقسم بالله انا اعرف تجار، اقسم بالله، واصحاب محلات والله العظيم عايشين بالدين وما قادرين ياكلوا، والله العظيم، ويمين اتحاسب عليه قدام ربنا. جاي تقول له وشغال معاه 2 و3 وفاتح بيت و2 و3 وكل اللي بالك فيه ده، تيجي تقول له كمان 5 سنين اتكل على الله ماشي زود، مفيش مشكله في الزياده، بس انت زود 5 اضعاف والزياده 15%، و5 سنين يلا انت وحاجتك ودنيتك وكل يعني بره بره بره. الا لو انت ما توفقتش مع خلي بالك اقسم بالله صاحب العماره لو اديته قد اللي بياخده 100,000 ده في ناس بتكتب على النت يا جماعه ده انا بقالي 40 سنه و30 سنه مش عارف ايه، والله ما قعدوا لو هيدفع لي ملايين الدنيا. يا جماعه ده في خناقات ابتدت من دلوقتي على الموضوع ده انا جنبي واحد والله العظيم ساكن من كام يوم بعد ما القانون ده اتصدق عليه، بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه. ده صاحب القهوه يطلع بيخلي الواد اللي عنده يصحيه كل يوم عشان يطمن عليه لا قدر الله عايش ولا مات ولا ايه، عشان ينزل يفطر معاه بعد صلاة الظهر ويطمن عليه وبتاع ويطلع عايش لوحده. يعني لا قدر الله هو كده كده، والعمارة اللي هو ساكن فيها كلها فاضية بتاعت صاحب البيت، الا هو شقة في الدور الخامس جنبها سطح. هتوديه اخر الدنيا ده، يعني لا قدر الله لو حصل له حاجة ولا حصل له مكروه ولا اي حاجة ولا حد هيعرف عنه حاجة. يا جماعة في حاجات تحت على الارض انتوا مش حاسين بيها. وبعدين معلش يعني في الكلمه، يعني انت لو عايز، لو وسط البلد عينك عليها قوي وفي مشاريع عايز تعملها او ايا كان اللي انت عايز تعمله، على اللي انا بسمعه انا مش متاكد يعني، اتفاوض يا باشا مع الناس وراضيهم وخد الحته اللي انت عايزها. مش لازم تشحطط شعر بالكامل يعني عشان خاطر مشروع معين وعشان خاطر ناس معينه. وبعدين ده قانون طالع كل حاجه فيه لصالح فئه معينه. طب الفئه التانيه ليه بتظلم الناس كده؟ ده احنا كفايه العيشه يا جماعه اللي احنا عايشينها. احنا اقسم بالله عايشين يعني استغفر الله العظيم سامحنا يا رب والف حمد وشكر ليك يا رب. يعني اسوأ فتره في حياتنا واسوأ فتره في حياه مصر كلها الفتره اللي احنا عايشين فيها دي. اتقوا الله يا جماعه فينا شويه. والله العظيم 3 اقسم بالله الواحد بالليل اما بيجي يقعد كده عمال يحمد ربنا ويشكر ربنا اللي اليوم عدى. يوم عدى يوم عدى بنبقى مديونين فيه وطلعان عنا فيه وكل ده، وبنقول الحمد لله طبعا والشكر لله اليوم بس عدى. وتيجي مثلا تبص على الناحيه الثانيه مفيش حد حتى في الحكومه مديك امل. ده الامل اللي هو مديهولك لا ده انا هطردك كمان ان شاء الله 5 سنين و7 سنين، لا انت بره مش معانا في البلد، انت حاجه انت مع، انت فقير، انت يلا من الشعب يعني وظروفك تعبانه هنعمله بيك ايه، يلا في داهيه. تيجي حتى على المستوى الاقتصادي مفيش اي بوادر حتى، يعني مفيش مثلا احنا خدنا كذا، احنا بنبني مصانع كذا، احنا في فرص عمل الناس هتشتغل كذا، احنا بنعمل كذا، احنا مفيش الكلام ده خالص.
عمال تستورد كل حاجه من بره، وتيجي الموازنه متنيله ب 60 نيله، عايز اسد الموازنه. اقعد افكر بقى اسدها منين؟ الشعب. تعال نزود بقى الميه، تعال نزود الكهرباء، البنزين اللي بيزيد 3 و4 مرات في السنه. والبنزين طبعا لما بيزيد، انتوا عارف السولار والحاجات دي والغاز، كل حاجه بتزيد. يعني المفروض مثلا الحاجه تزيد 5 6 جنيه، لا بتزيد بال 50 60 جنيه. هو ده فين؟ في انهي بلد؟ وبعدين انتم يقولوا سايبيننا احنا مع التجار، عيشوا حياتكم، احنا مالناش دعوه. احنا الحمد لله بناكل ونشربه تمام، هم يعني مش احنا كشعب. انتوا مع التجار بقى، اللي يزيد يزيد واللي يعمل يعمل. وبعدين الرئيس بيقول الحاجه لو غلت خلاص ما تشتروهاش. ماشي يا ريس، مش الحاجه ده كل حاجه. ما نشتريش ايه يا ريس؟ ما نشتريش العلاج، الدواء؟ ما نشتريش ايه بس؟ عاولي ولا ايه؟ كل حاجه، كل حاجه بلا استثناء. ده انتوا حتى الاكل بتاع الفراخ بتستوردوه من بره. ما تزرعوا يا جدعان هنا شويه. هو الفراخ هتاكل ايه يعني؟ الفراخ هتاكل لحمه؟ الفراخ بتاكل اي حبوب واي بتاع واي مش عارف ايه ما تزرعوا شويه حتى، استوردوا من بره يا سيدي. بس اعملوا اي حاجه هنا حتى تخفوا الدنيا شويه. ده حرام اللي بيحصل ده. ده انت كده كمان والدولار انت ماسكه يعني ب 50 جنيه وماسكه. ده انت لو سبته على العرض والطلب وبتاع والكلام ده، اقسم بالله العظيم لا يعدي ال 100 جنيه. وانت عارف الكلام اللي انا بقوله ده. انت بس عشان ما تروح البنك عايز دولار، لا ما فيش. هو ب 50 بس ما فيش. زي ما تروح لواحد كده تقول له عايز لحمه، اللحمه ب 100 جنيه مثلا. انا واحد كاتب يافطه كده اللحمه ب 100 جنيه. طب اديني والنبي 2 كيلو. لا ما هو ما فيش، بس هي ب 100، بس هو ما فيش. واحنا هنضحك على بعض يا جماعه ونلف وندور؟ ورئيس الوزراء يطلع كل شويه بتصريحات يعني بصراحه مستفزه بطريقه غير عاديه. ده احنا اجيالنا واحفادنا هيتكلموا عن العصر الذهبي اللي مصر عايشاه. عصر ذهبي ايه يا باشا؟ هو انت ده بتسمي ده العصر الذهبي؟ لا احنا عايزين العصر اللي فات، عصر الفساد. ايه اللي التصريحات واحنا خلاص الحمد لله عدينا الازمه الاقتصاديه. ازمه ايه اللي عديناها؟ امال احنا في ايه دلوقتي يعني؟ وقبلها بشويه يقول لك احنا يعني عايزين نعيشوا حاله تقشف. تقشف تقشف؟ طب ما تقشف، ما تخليها التقشف على الحكومه برضه، وعلى انفاق الحكومه ومجلس النواب اللي ما بيعملش اي حاجه غير اللي هو بيحط بصماته على السكينه اللي انتوا بتذبحوا بيها الشعب. بس واحنا ما اخترناش حد اصلا، ومش عايزينهم، ومش عايزين حاجه من وشهم. كل حاجه يقول لك بس مجلس النواب. مجلس نواب مين اللي هو بيهز في راسه بس وخلاص؟ والمسرحيه بتاعت المجلس النواب بتاعت القانون اللي هو رئيس مجلس الشعب يطلع يقول لك الحكومه مش جاهزه ومش عارف ايه، والنواب طلعت وسقف كل الجلسه سقفت الله برافو. تاني يوم موافقون. طب موافقون على بناء على ايه؟ ايه اللي جد؟ ضغطوا نمتوا صحيتوا موافقون خلاص؟ امبارح ما كنتوش جاهزين، النهارده بقيتوا جاهزين؟ ايه يا جماعه المسرحيه اللي احنا عايشين فيها دي؟ ايه هتز الرؤوس وايه موافقون وخلاص دي؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه التهريج ده؟ اتقوا الله بقى فينا شويه، والله العظيم 3 خلاص. ده احنا اللي بنقول لكم ارجوكم، احنا عايزين استقرار وعايزين، لان اي حاجه هتحصل بعد كده كلنا هنتضرر بلا استثناء اكتر من اللي احنا فيه. ده احنا اللي بنقول لكم بوس ايديكم واهدوا شويه وهدوا اللعب شويه، احنا عايزين استقرار في البلد وانتم مصممين لا. مش يعني ما اعرفش، كلام صعب اللي ممكن اقوله صعب ومش هقوله طبعا. كل واحد بقى يفهم زي ما يفهم. يعني الناس دلوقتي كلها بقت يعني فاهمه في احوال البلد اكتر من السياسيين نفسهم اللي بيحصل قدامهم ده. كل حاجه كل شويه تصريحات مالهاش اي علاقه بالواقع. باشا حضرتك عايش في بلد تانية مش معانا. انت بتنزل من البيت، انا نفسي اعرف انا اسف والله، نفسي اعرف الوزراء والناس المعنيين باقتصاد البلد وبتسيير امور البلد كده وبتاع شغالين يعني بيفكروا ازاي؟ يعني ايه الخطه اللي هو يعني ما اعرفش. يعني انا اعرف الوزير مثلا اول ما بيجي بيبقى حلمه مثلا يبقى، يعني هو بيبقى موظف كذا وبيترقى بيترقى بيترقى لغايه ما بيوصل اللي هو مثلا وكيل وزاره، مش بقى وزير خلاص. طول عمره بيحلم انا عايز اعمل كذا وعايز مش عارف ايه وعايز اعمل مش عارف مشاريع ايه عشان تشغل الناس وتدخل مش عارف دخل. عايز اعمل عايز. ده بيجي ما بيعملش اي حاجه. هو بيقعد هناك بيعمل ايه ما يعرفش في الوزاره بتاعته. القبض النهارده امضي اقباضه.
مش عارف في ايه، مش عارف اعمله، بس مفيش اي حاجه. طب في هل مشاريع مثلا قويه جباره للبلد، هنصدر حاجات مثلا، هتدخل لنا دخل، هنعرف نستثمره في حاجات تانية احنا مثلا ما بنعرفش نعملها هنا، نزرعها هنا او بتاع؟ لا، ما لناش في الكلام ده. احنا كل حاجه بنجيبها من بره. طب معاك فلوس بتجيب حاجات من بره؟ لا، انا بستلف عشان اجيب من بره. طب حضرتك هتسد اللي انت بتستلفه ده منين؟ مفيش مشكله، كل شويه غالي على الناس، ايه المشكله يعني؟ ده هيلا دول شعب يعني، مش هيلا يعني، مش هيحصل حاجه يعني، عادي. شويه ناس يعني، انا عايزهم في ايه يعني؟ حرام عليكم والله العظيم، اقسم بالله العظيم ثلاثه، حرام عليكم يا جماعه، رفقا بينا شويه، حرام. والله العظيم ثلاثه كلنا هنتسالوا، هنقف قدام رب العالمين، كل واحد يعني. بس على اللي احنا بيحصل فينا ده، والله العظيم احنا ما مسامحين حد، ولا دنيا ولا اخره، على اللي بيحصل فينا ده. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.